السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هانتوما كيف كتشوفوا المسمن راه كيجي مقرمش صراحه. هاد الجزء هذا ما بغيتش نحيد منه الصوت. كيف غتسمعوا معايا التقرميشه ديالو كتجي من اروع ما يكون. هانتوما نتمنى ان تتبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا على الطريقه ديال تحضير هذا المسمن. هذا صراحه سهله وبسيطه ومكونات بسيطه كذلك، وكيجي في المنظر ديالو ولا في المذاق من اروع ما يكون. انا غادي نقسم معكم وحده صراحه كان سخون بزاف، كنت يلا حيدته من الفران ما قديتش انني نقطعو بيدي. هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي من الداخل، كيجي مورق ومن اروع ما يكون، والتقرميشه من الفوق والتوريقه من الداخل والمذاق ولا اروع. اذا خليكم معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، ونتمنى انه اللي عجبو الفيديو ما ينسانيش باشتراك وكذلك واحد لايك وتعليق باش واللي ما مشتركش نتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد، ونتمنى نكون عند حسن الظن. اذا ندوزو المكونات. عندي هنا البصله قطعتها رقيقه، الفلفله حمراء والفلفله خضراء، وعندي الشحمه اللي طحنتها في الهاشوار. كتبقى على حسب الكميه اللي درتو تاع المسمن. الحشوه يعني كيبقى المكونات على حسب الكميه. درت شويه التحميره اولا البابريكا، معلقه ديال التليبز، شويه ديال الابزار ماشي معلقه، تقريبا واحد نص معلقه. عندي كذلك واحد شويه ديال راس الحانوت كيضيف واحد النسمه رائعه. شويه ديال الشونيه اولا الفلفل الاحمر الحار مطحون. عندي كذلك القليل من سكينجبير اولا الزنجبيل، شويه د الملح والقليل من زيت المائده. صافي غادي نخلط هاد العناصر هادي ونخليها حتى كتشحر مزيان، كطيب مزيان هاد البصيله والفلفله وكينسجموا العناصر مع بعضياتهم، ونتلاقى معكم. كيف كتشوفوا معايا هنايا الحشوه ديالنا من بعد ما بانت لي انها قربت الطيب. المعدنوس القزبر ومعدنوس ما كنديرهمش في الاول باش كتبقى النسمه ديالهم. غنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي قطعته رقيق صافي، وغنخلط العناصر وغنخليها تزيد تشحر مزيان صافي، وغنحط الحشوه ديالي تتبرد، وغادي ندوز نعجن العجينه ديال المسمن. كيف كتعرفوا شاركتها معكم في فيديوهات سابقه اكثر من مره. صافي انا عجنت العجينه وخليتها ارتاحت مزيان وكورتها على هذا الشكل هذا. صافي دابا غنخلي العجينه على جنب. من بعد ما ارتاحت غندوزو باش نشكلوا المسمن ديالنا. انا الحجم كندير كل مسمنه كندير فيها 3 المسمنات صغار، يعني كيبقى الحجم اختياري قد ما بغيتو ديروا المسمن ديالكم، قد ما غديروا الكويرات يا اما كبار يا اما صغار. كيف كتشوفوا معايا انا ورقت جوج ديال الكويرات، ورقتهم رقاقين تيبان لكم سطح العمل. صافي غناخذ الحشوه، غندير واحد شويه ديال الحشوه وغادي نوزعها بشكل متساوي. كيف قلت لكم كل مسمنه كندير فيها 3 الكويرات. انا هنايا غنبسط الاولات جوج هاد الكره كيف كتشوفوا. من بعد ما طويت درت القليل من الحشوه كذلك صافي، وغناخذها بالنسبه للجهه اللي فيها الطويات هي اللي غندير من الاسفل باش ما كتجيناش كيجينا داكشي مورق. غادي بالتساوي طبقه مورا طبقه. غادي نحاول انني نورق الكريه الثالثه الاخيره بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه جد مبسطه. الا كانت العجين ديالكم مرتاحه ومدلوكه مزيان يعني غادي تعطيكم الطوع حتى في التوراق ديالها. صافي غادي ناخذ شويه من الحشوه ديال الشحمه والبصله والفلفله. بالنسبه للكريه الاخيره حاولوا ما تقويوش لها الحشوه باش ما تقطعش لكم فاش تكونوا كتقرصوا فيها في اللاطه. صافي هنا خديت طاوه ديال الفران ودهنتها بالقليل من الزيت. غادي نورق الكويرات كاملين بنفس الشكل. غنعاود معكم واحده اخرى باش تكون الطريقه موضحه اكثر. هانتوما كيف كتشوفوا معايا غنعاود بنفس الطريقه. كنورق 3 الكريات وكل كريه كندير فيها الحشوه، والكريه الاخيره ما كنعمرهاش بزاف باش فاش كنبغي نورقها فاش نبغي ندخلها للفران ما كتجيني ما كتقطعش ليا المسمنه وكتجي رائعه في الشكل وكذلك في المذاق ديالها. اذا كيف كتشوفوا معايا راه الفيديو موضح كل شيء. كنسرعوا باش ما يجيكمش الفيديو طويل وما يجيكمش ممل. صافي غادي نحطهم وغادي نخليهم حتى كنكمل التوراق ديال الكريات كاملين. فاش كنلقى الكريات وارتاحوا صافي هنايا غادي ناخذ كيف كتشوفوا العجين ديالكم فاش كتكونوا تورقوا كيدير واحد الفقاعات في الجناب، يعني ان المسمن ديالكم ان شاء الله غيكون رائع. صافي ورقتهم بهذا الشكل. كنخلي السمك راه كيف شفتوا معايا فاش قربت الكاميرا السمك ديال العجين كيف كيكون. صافي غندير واحد الدهنه خفيفه من الفوق وغندخلهم للفران اللي يكون مسخن من قبل، يكون سخون مزيان. غندير عليهم النار من الاسفل
ونخليهم حتى كيتحمروا، نهبطوهم ندير عليهم النار من الفوق حتى ياخذوا ليا هذا اللون الذهبي. فاش تبغوا تهبطوهم النار من الفوق حاولوا انكم ديروا واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت باش كيتحمروا كيجيو بهذا اللون هذا مذهب. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا، راه كيجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، وإلا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليقاتكم اللي كيفرحوني، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله.